أحمد عبد الرحمن. أحمد، كيف هو الوضع في حلب؟ في البداية وصل عدد شهداء حلب البارحة إلى 76 شهيدا، بينهم 30 شهيدا قضوا في قصف جوي على حي الحلوانية، و17 شهيدا في حي الشعار، من بينهم شخص مؤيد للنظام ومعروف جدا بتأييده، وأيضا 17 جثة لأشخاص أعدموا ميدانيا في حي جادة الخندق. بالإضافة إلى ذلك تم توثيق 21 شهيدا كرديا في حي الشيخ مقصود قتلوا منذ يومين، وتم توثيق العدد الآن. أما الأحياء التي تعرضت للقصف داخل مدينة حلب فهي باب النيرة وباب الحديد ومساكن هنانو وقرلق وأقيول والشعار وبستان القصر وطريق الباب وقاضي عسكر وسليمان الحلبي والعرقوب والصاخور والميدان. الميدان التي حصل فيها كارثة إنسانية بعد أن استهدفت قوات النظام بقذائفها وقصفها الجوي أنبوب توريد المياه الرئيسي الذي يغذي مدينة حلب. أيضا قصف على حي سليمان الحلبي أدى لتدمير المخبز الآلي بشكل كامل. أما بالنسبة للاشتباكات التي دارت داخل مدينة حلب فقد دارت اشتباكات عنيفة شهدت فيها عناصر الجيش الأسدي تهزم أمام ضربات الجيش الحر، حيث دار اشتباك عنيف في حي الإذاعة وتم تفجير دبابة بالقرب من دوار الكرة الأرضية. نعم أيضا أحمد. كان هناك اشتباك عنيف عند حاجز ليرمون، أيضا تم تفجير دبابة باشتباك بصلاح الدين. نعم أحمد، المياه مقطوعة عن أحياء حلب، هل تم حل المشكلة؟ أختي، لم يتم حل المشكلة حتى الآن، لأنه لا أحد يستطيع النزول إلى الشوارع من العمال. عمال النظافة مثلا منذ أكثر من شهر لم ينزلوا إلى الشوارع خوفا من القصف الأسدي، وكذلك هو الحال في حي الميدان الذي قصف البارحة، قصف فيه خط المياه الرئيسي الذي يغذي حلب. لم يتمكن عمال شركة المياه من النزول إلى الشوارع لتصليح الخط. نعم، كان ناطق باسم المركز الإعلامي السوري في حلب أحمد عبد الرحمن، كنت معنا، شكرا لك. إلى القاهرة يصل اليوم الأخضر